تخش على الجنزير، ده خيبه عسكريه. ما تقول الدبابه بتنزل على طول، تنزل ريح المعركه على طول، وتكون في الخطه ان الطيران بيغطيها. لا، دخلت منهكه ومفيش طيران. معايا على رأي سيدنا الغزالي، كان جه مره متغمر عقب 67، اول مره كنت اشوفه الله يرحمه. والجيش انا راجل فجأة اهو، انا بعمتي دي والله اجلعها واحط خطه احسن من الخطه بتاعتي اللي حطها. ما كانش في خطه اصلا يا سيدنا الشيخ، تبان ان ما كانش في خطه، ده العمليه ازازه لب والله، وديناها لهم يأزأزونا وتأزأزنا. ف جم 48 وكنا عايشين، جم 67 وخدوا ده كله. دلوقتي اللي بيطالبوا بيه ايه بقى؟ دولتين حدود ايه؟ 67. طب و 48 يبقى عبد الناصر 67 اتعملت اصلا عشان اقرار حدود 48 وضم اليها ما بعدها 67. فكرتني دي الله يرحمه ابو خطاب اسمه محمود عبد الله يرحمه، كان اخ من الاخوه الظراف، كان واخد بيت في الكويت اظن في الجهره، واخد معاه الايجار وكل حاجه، الراجل بغلس كده وعايزه يمشي في عقد، هو تمشي وخد فلوس حبيبي وتخرج، ما رضيش يخرج، او بيبقى يعني جاب له حلوف قدام الباب، فهو فلسطيني سياسي، يقول لي والله كنت اخرج وانا خارج الصبح اقول له صباح الخير يا حلوف، وانا داخل اقول له مساء الخير يا حلوف، وتأقلم مع الحلوف، جاب له 10 حلاليف، طلب قعده بقى، وجت القعده وطلبوا من الراجل انه ايه كفايه عليك 5 حلاليف ومشي ال5 التانيين، يبقى اصبح الحلوف الاولاني مع ال4 التانيين امر واقع، وكتب عقد اتفاق على ذلك. هو ده احنا الدولتين، الدولتين دوله فلسطينيه، وزي ما قلت دلوقتي بيتصل بيا الشيخ هاشم واحد اخواننا في لجان الفتوى، قلت له بالظبط كده دوله فلسطينيه، قال لي ما هو حماس موافقه، قلت له في بيت كده لابو العلاء يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن مثلا، رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، ماشي حدود 67 بس ما يبقالكش جيش، ما يبقالكش مطار، بالظبط كده، هديك شهاده ميلاد بس اياك تلبس بوكسر او فانيلا ولو محملات، تمشي كده عشان الناس تعرفك، انت مش عايز الناس تعرفك انت ابن فلان، ممنوع لا بوكسر ولا فانيلا حملات، بالله عليك بني ادم دوله وتعالى عليها دوله من غير مطار يعني ايه؟ يبقى قاعده تحت رحمه غيرها، بلاش اسرائيل. ما فيش بتاع دي، ما فيش جيش، كمان ايه كمان؟ ما فيش قوه، ها؟ ما فيش قوه، والسلاح يبقى بس مش عارف ايه، والسلاح يعني معناها ايه؟ فبيقول بقى الاستاذ محمد السماك في صفحه 28 العدد 41 يونيو 2002، ما اعرفش كل المصايب بقى، ما تبص تلاقي حتى كان من ايام الحروب الصليبيه والله يونيو، يبدو الصيف ده بالنسبه لهم بيبقى ربيع يعني، او بيجوا بقى والدنيا دافيه واحنا رايحين نصيف. فبيقول ايه؟ منذ منتصف عام 1600 بدأت الحركة البروتستانتينية دعوة اليهود إلى مغادرة أوروبا. البروتستانتية اللي هو منها اسمه دلوقتي ترامب، ومنها ريجن اللي أنا نسيته ده، منها ريجن واسمه ده كلينتون اللي هو بتاع اللي كانت مصته له، وهيلاري كلينتون ما دي اللي سموها البروتستانتية الصهيونية، اللي بتقول ان لازم اليهود يقعدوا هنا، وهجيب له هضحكوا دلوقتي، وبعد ما يقعدوا هنا بقى ينزل المسيح، وبعد ما ينزل المسيح كل اليهود هيخشوا النصرانية وكلنا نبقى في الهوا سوا. فبيقول ايه؟ منذ عام 1600 بدأت الحركة البروتستانتينية دعوة اليهود إلى مغادرة أوروبا والعودة إلى فلسطين لإقامة مملكة الله. فراعي الكومنولث البريطاني اسمه اوليفر كرومويل
في انطلاقته الأولى دعا إلى تهويد فلسطين تمهيدا لعودة المسيح. جميل. اتقالت واترمت. هما بيقولوا حاجة ويرموها، بيرعوها واحنا بنغفل عنها. بننتظروا يجي لنا بطيخ، يدونا بطيخ بلبه، او يجي الفاكهة، تيجي مواسم الساحل الشمالي وطبق الفول ب 150 والازازة الشاي ب 1000 ويشغلونا بالكلام. فيقول في عام 1655 نشر كتاب للقس البروتستانت الألماني بول فليجن هوفر. يا ريت الاسم ده تعرفوه علشان هيتكرر في مواقع كتير. 1655. من منا قرأ هذا؟ لماذا لا يقرر هذا على أولادنا ومدارسنا وكلياتنا كتاريخ حديث؟ تاريخ أوروبا يا أخي، تاريخ أوروبا الحديث، بلاش تقول تاريخ الصليبية ولا تاريخ اليهودية ولا تاريخ الصهيونية. يقول لك ده ما فيش فرق. لا، في فرق. اليهودية يهودية، الصهيونية دي مذهب سياسي. الكتاب المقدس في سفر إشعياء، وده أحد وأقصى سفر بيتكلم أو بيخاطب اليهود لما يدخلوا بلد. في سفر إشعياء يقول: يكون في آخر الأيام جبل بيت الرب ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك من سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب. في فرق بقى بين صهيون ويهود. للأسف واحد زي هيكل، واحد زي يقول لك الصهيونية ده حركة سياسية، اليهودية دين سماوي. يا أخويا أهو، هذا أشعاء اللي قال فيها الواد ده اسمه ده، هو نتنياهو، يقول أنا هروح بقى سفر أشعياء. اشمعنى سفر أشعياء؟ علشان يقول لك: فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع، ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب، من بهاء عظمته، وعلى كل أرز لبنان العالي، الأرز لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلوط بشاي الأرض، لحد ما يقول لحد ما يقول: فإن ها هو السيد رب الجنود، له تسجد أنت والجرذان والخفافيش، ومن بهاء عظمته عند قيامه جاء ليرعب الأرض، كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، لأنه لن يحسب من ماشي. لا، الثانية بقى سفر أشعياء: يوم الرب قريب. ده في أشعياء. يوم الرب قريب، اللي هو بيعتبر نتنياهو نفسه انه ممثل للرب لما قال انا رايح سفر أشعياء. واحنا لا حد بيقرأ ولا حد بيقول: يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء، لذلك ترتخي كل الأيادي. يعني لازم يسلموا لممثل الرب، ويذوب كل قلب إنسان، فيرتاعون، تأخذهم أوجاع ومخاض، يتلوون كوالدة. يعني عايزيننا لمؤاخذة نبقى المنطقة دي نبقى زي النسوان اللي